بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، مع شرح لبرنامج الجيم، وهو برنامج لمعالجة الصور زي يا جماعة برنامج الفوتوشوب. طيب أنا عشان أبدأ أشتغل على البرنامج لازم أنزل صورة وأشتغل عليها. طيب هشتغل إزاي يا جماعة؟ زي ما احنا قلنا، بس أنا عايز أقول لك في عجالة كده إيه هي مكونات النافذة الافتتاحية للبرنامج. أول حاجة طبعا التايتل بار اللي هو شريط العنوان اللي هو الأزرق ده، مكتوب فيه اسم البرنامج اللي هو الجيم. تمام. بعد كده ننزل شوية هنلاقي شريط القوائم، فايل، إيديت، سيلكت، فيو، إيمج، وهكذا. تمام. بعد كده هنا هتلاقي مين تول بار اللي هو صندوق الأدوات الأساسي. بعد كده هنا لما بنضغط على أي أداة، أي تول من هنا يا جماعة، بتظهر الخصائص بتاعة هذه الأداة. تمام، اللي هي Properties Window الخاصة بكل أداة من هذه الأدوات، وبتختلف من أداة لأداة. بعد كده هنا الإيمج ويندو، هنا منطقة العمل اللي بحط فيها الصورة. بعد كده هنا البرش ويندو اللي هي الأداة الخاصة بالفرش. تمام، البراشز والجريدينت وكل أدوات التلوين. بعد كده ننزل شوية كده هتلاقي لايرز ويندو اللي هي خاصة النافذة الخاصة باللايرز اللي هي الطبقات والتشانلز والتراكس. ودي طبعا لايرز دي مهمة جدا جدا في الشغل، لأن أنت لا يخلو بروجكت أو مشروع من استخدام اللايرز. خلاص، ودي ليها شرح مفصل بعد كده. طيب أنا عشان أشتغل يا جماعة لازم أعمل إيه؟ البداية هضغط على فايل ثم نيو، ملف جديد. طيب فايل نيو هنا بيديني مجموعة من التمبلت، يعني المقاسات أو قوالب جاهزة، يعني مقاسات جاهزة للصورة بتاعتي. أنت عايز المقاس بتاع الصورة كام؟ A0، A1، A3، A4 وهكذا. A4 دي اللي خاصة بمين؟ بنفس مساحة الورقة اللي أنت بتطبع عليها، الورقة البيضاء اللي احنا بنطبع عليها يا جماعة، ال A4. يبقى دي مقاسات جاهزة أنا بستخدمها. أنا مش عايز ولا مقاس من دول، أي تمبلت هسيبها فاضية. طيب ايمج سايز اللي هي إيه؟ حجم الصورة. أنت عايز حجم الصورة لازم تحدد أبعاد الصورة اللي هي الدايمنشنز أوف ايمج، سواء كان الويدز والهاي. الويدز اللي هو عرض الصورة، والهاي اللي هو طول الصورة. أنا هنا بغير في الأبعاد، بكبر بصغر زي ما أنا عايز. طب الأبعاد بتقاس بإيه؟ بالبكسل، أو طبعا ممكن أنا أغير هنا المقاس على حسب ما أنا عايز. يعني أنا عايز وحدة القياس بتاعت البكسل اللي هي طبعا النقاط الصغيرة دي، تمام، بيكسلز، أو بالإنش البوصة. أنت عايز تشتغل بالسنتيمتر هي يا جماعة بالمتر، بالسنتيمتر، على حسب ما أنت عايز. تمام. طيب هنا بحدد أبعاد الصورة بتاعتي، مثلا وليكن 16 سنتي في 9 سنتي مثلا، يعني تمام. ممكن أخليها مثلا 20 سنتي في 10 سنتي وهكذا. أخليها مثلا هنا أهو 20 الهاي و10 اللي هي الويدز. تمام. طيب Advanced Option. طب هنا لو ضغطنا هنا بيديني مجموعة من الخيارات المتقدمة. طبعا هنا بتحدد الريزوليوشن بتاع الصورة بتاعتك. انت بتحدد هنا مثلا 300 في 300، انت بتحدد بقى الريزوليوشن على حسب ما انت عايز. تمام. دقة ووضوح الصورة، كل ما يزيد عدد البكسل في الصورة كل ما درجة نقاء الصورة تكون افضل. كل ما يقل عدد البكسل في الصورة كل ما تكون درجة نقاء الصورة اقل. تمام. طيب او جودة الصورة. طيب color space المقصود بيها نظام الالوان اللي انت هتشتغل عليه. هل هتشتغل RGB اللي هو ريد جرين بلو، تمام، اللي هي الصورة هتبقى ملونة، او انا عايزها ابيض واسود، يبقى انا هختار ايه؟ جراي سكيل. تمام. طبعا احنا هنخليها RGB. خلاص كده. ده بالنسبة لمين؟ للخيارات الاساسية اللي انا بستخدمها في الصفحة بتاعتي. خلاص كده انا حددت كل حاجة، اروح اقول له اوكي. تمام. طيب ده بالنسبة لأبعاد الصورة. النهاردة عايزين نتعلم ايه هي مجموعة تول بوكس او المين تول بوكس، اللي هي الادوات الاساسية اللي انا بستخدمها في البرنامج بتاعي. الادوات بتنقسم الى اقسام. يعني انا هضغط على كلمة تولز، هنا بيديني في تولز هنا يا جماعة، بيديني هنا 3 انواع من التول او 3 انواع من الادوات.
يا اما سيلكشن تولز اللي هي خاصه ادوات التحديد، او بينت تولز اللي هي ادوات التلوين، او ترانسفورم تولز اللي هي ادوات النقل. تمام؟ يبقى تاني هم 3 انواع من الادوات او من التولز، يا اما سيلكشن تحديد، بينت تلوين، ترانسفورم اللي هي النقل. تمام؟ دي 3 انواع من الادوات. النهارده هناخد مين؟ هناخد سيلكشن تولز اللي هي مين؟ ادوات التحديد. تمام؟ ادوات التحديد اللي هي اول نوع اللي هو ريكتانجل سيلكشن او سيلكت. ريكتانجل سيلكت يعني تحديد في شكل مستطيل او مربع. إليبس تول او إليبس سيلكشن تول اللي هي المقصود بها ايه؟ تحديد في شكل دائري او بيضاوي. فري سيلكشن تول اللي هي طبعا التحديد الحر. فور جراوند سيلكشن اللي هو تحديد عن طريق اللون الامامي. فازي سيلكشن اللي هي مقصود بها العصا السحريه. تمام؟ باي كلر سيلكت يعني انا احدد باستخدام الالوان. انتليجنت سيزرز اللي هي المقصود بها المقص السحري. تمام؟ او الذكي، المقص الذكي. تمام؟ طيب احنا هنشوف ازاي نعمل ريكتانجل سيلكشن. الاول بس هننزل صوره دلوقتي. فايل، ممكن ننزل الصوره. انا عندي صوره جاهزه اهي، هسحبها وانزلها جوه برنامج الجيم. خلاص؟ طيب انا عايز اعمل اول نوع من التحديد، يبقى انا هختار من تولز سيلكشن تول واختار ريكتانجل سيلكت، التحديد على شكل مربع او مستطيل. طيب انا هحدد بهذا الشكل اهو. بمجرد ما اخترت الاداه بحدد بشكل مربع او مستطيل بهذا الشكل. كده انا حددت الجزئيه دي. تمام؟ بمجرد تحديدها انا ما اقدرش اشتغل على بقيه الصوره، انا هشتغل في الجزء اللي انا عملت له سيلكشن. طب هيبان ده ازاي؟ لو اخترنا براش تول من هنا وحاولنا نلون باي لون. تمام؟ وعملنا اوكي. شوف انا بحدد فين؟ انا بلون فين؟ في منطقه السيلكشن بس، ما اقدرش الون في بقيه اجزاء الصوره لان انا محدد مين؟ الجزئيه دي بس. تمام؟ وده ايه؟ التحديد في شكل ايه؟ ريكتانجل. تمام؟ يا اما مربع يا اما مستطيل. طيب نعمل كنترول زد. تمام؟ ونرجع تاني نختار اداه تانيه من ادوات التحديد. من تولز واختار سيلكشن تول وبختار إليبس سيلكت. إليبس سيلكت هضغط عليها كليك. التحديد في شكل دائري او بيضاوي. بص معايا كده اهو، بشكل دائري او بيضاوي بهذا الشكل. تمام؟ انا حددت. طيب عرفت منين ان انا عملت سيلكشن على شكل ايه؟ دايره او بيضاوي. هنحاول نلون. نختار براش كده ونحاول نلون باللون مثلا وليكن اللون الاخضر. لو حاولت تلون في اي مكان مش هينفع معاك، مش هينفع ان انت تلون في اي مكان، لازم تلون فين؟ في منطقه السيلكشن. تمام؟ وانا هختار هنا اللون وبختار هنا البراش واحاول الون، مش هيتلون معايا الا في منطقه التحديد اللي هي ايه؟ الدايره اللي انا حددتها بس في الشغل بتاعي. يبقى ده التحديد في شكل ايه؟ دائري. تمام؟ يبقى إليبس تول بتحدد في شكل دائري، ريكتانجل تول بتحدد في شكل مستطيل او مربع. تمام؟ نعمل كنترول زد نشوف اداه ثانيه. من تولز بختار سيلكشن تول وبختار هنا فري سيلكت اللي هو التحديد الحر. تمام؟ او بنسميها لاسو تول. طيب هحدد حر ازاي؟ كانك بترسم بالظبط. يعني انا هنا بضغط اهو بحدد الشكل بهذا الشكل. انا مختار ايه يا جماعه؟ فري سيلكشن. تمام؟ فري سيلكشن. مثلا انت كده بتحدد كانك بترسم بالظبط وتقفل الشكل. بعد ما تقفل الشكل تروح ضاغط كليك جوه. تمام؟ حدد لك الشكل اللي انت حددته فري، يعني تحديد الحر. تمام؟ لو عملت اديت وكت، بص كده هيحصل ايه؟ عمل لك كت لمين؟
للجزء اللي انت محدده عن طريق الايه الفري سيلكشن او اللاسو تول. تمام. طيب ده نوع من انواع التحديد. ايه تاني؟ نشوف كده. من تولز بختار سيلكشن تول وبختار هنا فازي سيلكت. فازي سيلكت او العصا السحريه. تمام. بضغط عليها كليك. العصا السحريه دي بتحدد على حسب اللون. بص معايا كده اهو، بضغط كليك هنا بيحدد لون ايه؟ لون الخلفيه على حسب تدرجات اللونيه بالظبط. فازي تول. تمام. لو عملنا مثلا حاولنا ننزل فايل نيو ملف جديد كده ونشوف الفازي تول كده على ايه؟ على رواقه. هنجيب صوره ميسي. تمام اهي صوره ميسي كده، انا عايز افرغها عن طريق الفازي تول. تمام. ادي الصوره نزلت. تمام. انا عايز افرغ الصوره دي، عايز يعني ايه؟ احدد ميسي فقط. طيب احدده ازاي؟ واشيل الخلفيه دي. من تولز هختار سيلكشن تول وهختار الفازي سيلكت. دي بتحدد على حسب الالوان. انا هحدد لون الخلفيه اللي هو الاخضر ده. تمام اهو، بضغط كليك بالفازي تول اهو كده حدد لي الخلفيه. طب انا مش عايز الخلفيه، انا عايز ميسي. طب هجيبها ازاي؟ هقول له من سيلكت انفيرس. يعني ايه انفيرت او انفيرس؟ يعني معناها اعكس التحديد. هيعكس كده، بص كده انفيرس. ساب الخلفيه وحدد مين؟ صوره ميسي. تمام. طيب انا هعمل ايه لميسي؟ هقول له edit cut. هاخد الصوره كات واقول له فايل نيو واحطها في ملف جديد واقول له edit paste. ادي صوره ميسي يا جماعه زي ما انتم شايفين، اتحددت بكل سهوله. تمام. طيب ممكن اعمل ايه؟ هضغط على الاي دي اللي هي تكست تول واكتب مثلا ميسي is good player. تمام. طيب ادي هنا انا محدد الكلام تكست تول. عايز اعمل لها موف. هختار هنا اللاير الخاص. ايوه ادي ميسي از جود بلاير. عملت المشروع بتاعي وايه وقدرت افرغ الصوره بتاعه ميسي عن طريق الاداه بتاعتنا الجميله جدا اللي اسمها ايه؟ فازي سيلكشن. ودي بتعتمد على الالوان. بتعتمد على ايه؟ على الالوان. خلاص كده. طيب هناخد الاداه اللي بعدها اللي هي مين؟ انتليجنت سيجرز. تمام. اللي هو المقص الذهبي او المقص الذكي. تمام. هنشوف صوره ثانيه وليكن الصوره دي مثلا. نقول له عايزين نحدد بالمقص الذهبي او الذكي. يبقى من تولز هختار سيلكشن تول وهختار المقص واجي احدد بهذا الشكل. واقفل الشكل واقول له دبل كليك. لسه ما تحددش. طيب نحاول ننزل صورة تانية. فايل نيو نشتغل عليها عشان ما نتلخبطش. تمام. هنزل صورة تانية ونستخدم المقص الذكي ولكن الصورة دي. تمام. ونيجي نختار من تولز سيلكشن تول واختار اللي هو انتليجنت سيزرز. تمام اهو اللي هو المقص الذهبي او الذكي واضغط هنا كليك. جميل جدا. هو بيعتمد على تدرجات الالوان وتحدد كأنك بترسم بالظبط الشكل. تمام اللي انت عايز تقصه. شايف ازاي؟ جميل جدا. المقص الذكي في التحديد واقفل الشكل بهذا الشكل واضغط دبل كليك جوه الشكل
حدد لي هذا الشكل. لو انا عايز اقصه هقول له edit cut، هتلاحظ ان هو ايه، شال الشكل دي. ممكن اعمل له بيست في اي مكان. لو انا عملت فايل نيو اوكي واقول له edit paste، قصينا الشكل وحطيناه في ملف جديد بهذا الشكل. يبقى ده احنا خدنا النهارده ادوات التحديد اللي هي ايه، السلكشن تولز اللي هي ريكتانجل سيلكت، التحديد في شكل مربع او مستطيل، إليبس سيلكت اللي هي التحديد في شكل دائري او بيضاوي، فري سيلكت اللي هو التحديد الحر، فازي سيلكت اللي هي الاداه العصا السحريه، انتليجنت سيزرز اللي هي المقص الذكي. تمام، ده كان ادوات التحديد المقرره علينا في الكتاب المدرسي الصف الاول الاعدادي برنامج الجيمب. ان شاء الله في الفيديو القادم هناخد البينت تولز اللي هي ادوات التلوين، ده في الدرس القادم ان شاء الله باذن الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.